في حد من اصحابي كان عنده سلسله مطاعم معينه، وقدر ربنا ان المطاعم دي يعني حصلت شويه مشاكل، فاضطر ان هو يصفي المشروع بتاعه. فكان هو عنده حوالي 4 فروع او 5 فروع، مش عايزين نتشعب في الموضوع. المهم ان هو صفى وباع الحاجات بتاعه الفروع بتاعته، وربنا يا رب يعوض عليه. ففي 2 ايتمز، في حاجتين هو مش عارف يبيعهم، فعرضهم عليا، فانا ما بفهمش فيه. فعشان كده عملت الفيديو ده عشان اعرض الحاجات دي على حضراتكم. لو انتوا محتاجينها او تعرفوا حد شغال في الموضوع ده، تعملوا له شير للفيديو او تعملوا له منشن ويتواصل معايا واحنا نديهم له. هو الحاجه دي عباره عن 4 شاشات 15 و6 انش بوصه. الشاشات دي بتشتغل على نظام الاندرويد، اندرويد 4.2 4.4.2. شركه ايلو دي المفروض ان هي شركه حلوه وشركه نظيفه، بتعمل حاجات للمطاعم وللسيستم بتاع المطاعم. شركه جميله جدا. الشاشات دي زي ما انا قلت لك اندرويد، ليها استخدامات كتيره جدا، تشتغل دايركت من الكهرباء. الصوره زي ما واضحه قدام حضراتكم كده بالظبط، وان انت بتقدر ان انت تتعامل معاها من خلال اندرويد بالبرامج بتاعتها، وخاصه هي تخصصها اكتر للمطاعم. دي ال4 شاشات بالمواصفات اللي انا قلت لك عليها. الحاجه يعني ما شاء الله لسه في كياسها. اما بالنسبه للاربعه التانيين، فدول 4 ماكينات من جيديا. ودي مكنه زي ما انتم شايفينها، الناس بتاعت المطاعم وبتاعت الدليفري والكلام ده عارفين المكن ده بتقدر تضرب من عليه فيزا، والفلوس بتنزل في البنك بتاعك، بتقدر تسحبهم. اللي انا عرفته ان شركه جيديا اي حد بيتعاقد معاها بتديله المكنه دي فري. انما المكن ده وبتبقى مقفوله على سيستم معين تبع شركه جيديا، انما المكن ده فري، ده هو شاريه مفتوح، تقدر تشغل عليه اي سيستم لاي بنك انت عايزه. ده اللي انا فهمته منه. فاحنا دلوقتي قدامنا ال4 شاشات دول، وقدامنا ال4 مكنات اللي هم بتوع الجيديا بتوع الفيزا. واحده الفي 2 دي ما فيهاش واي فاي، والثانيه والثلاثه التانيين البي 2 الجديده اللي فيها واي فاي وسكانر بالكاميرا، وبرضه بتعمل بنظام الاندرويد. فكل اللي انا طالبه منك، لو تعرف حد يخدمنا في الموضوع ده، اكون عاجز عن الشكر انا والشخص اللي انا بكلمكم عنه. اعمل له منشن، خليه يشوف الفيديو ده ويشوف الحاجه المعروضه دي ويتواصل معايا. واحنا والله عشان ما حدش يسالني هو طالب فيهم كام، ولا هو عارف هو عايز فيهم كام، ولا انا عارف هم بكام. هو لما اشترى الحاجات دي مشتريها مثلا في الرخص، وكانت بألوفات مؤلفه. عايزين يعني نعمل مع واجب على قد ما نقدر، ولو قدرنا ان احنا يعني يكون خسارته بسيطه الى حد ما، ابعت لي السعر وقول لي احنا هاخدهم بكذا. هقول له لو مبروك تعالى شوفهم وجرب اللي انت عايزه وخدهم وامشي. ودي هتبقى خدمه شخصيه لاحمد تربو. بصراحه كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.